في مدينة فاس العريقة بالمغرب، مدينة تنضح بالتاريخ والغموض، تتكشف حادثة تقشعر لها الأبدان، تهز كيان هذا المجتمع الهادئ. سأروي لكم قصة محزنة بقدر أهميتها. كان مساء يبدو عاديا عندما وقعت المأساة في منزل صغير. رجل غمرته مشاعر قد لا نفهمها أبدا ارتكب ما لا يخطر على بال، لقد أودى بحياة زوجته، لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. فبعد أن أقدم على فعلته الشنيعة حاول الانتحار، مرسلا الحي بأكمله إلى عالم من عدم التصديق والحزن. لماذا يفعل شخص ما هذا؟ ما الذي يؤدي إلى قرار مروع كهذا؟ عندما نتعمق أكثر ندرك أن هذه ليست مجرد جريمة، إنها إشارة، صرخة استغاثة من ظلال مشاكل الصحة العقلية التي غالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد حتى فوات الأوان. بريك تايم أون فانت. اليوم نتأمل في أهمية الوعي وإبقاء أعيننا مفتوحة على معاناة من حولنا، وعدم التقليل من شأن قوة الصحة العقل. هذه القصة هي تذكير مأساوي بما يمكن أن يحدث عندما يظل الألم غير معبر عنه وتبقى المساعدة بعيدة المنال. لنغتنم هذه اللحظة للدعوة إلى التغيير ودعم مبادرات الصحة العقلية، والتأكد من عدم اضطرار أي مجتمع آخر لمواجهة مثل هذا الحدث المدمر. تذكر، لا بأس في طلب المساعدة، لا بأس في التحدث بصراحة، وفي ذكرى من فقدناهم دعونا نجد الشجاعة لمواجهة هذه القضايا بشكل مباشر.